السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده معانا أكلة فراخ تحفة. فراخ مشوية في كيس الحراري مع الخضار المشكل. هنشوف المقادير سوا وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. معانا طبعا فراخ، بصلة كبيرة مبشورة وطماطمية مبشورة. هنحط عليهم بهارات ملح وفلفل وكمون وبابريكا ومعلقة قرفة ومعلقة بهار دجاج. هنقلبهم مع البصلة والطماطم ونحط عليهم معلقتين زيت أو 3 معالق. نقلبهم بالشكل ده عشان طبعا ايه ندهن بيهم الفراخ، نتبلها بيهم كلها من تحت الجلد. بتدي طعم تحفة وفي الشوي بيبقى لها طعم مميز يعني. الفراخ طبعا دي منقوعة في مية وملح وخل مغسولة كويس وعليها ملح وفلفل متبلة فيه، وبعد كده بنتبلها بالبهارات والبصل والطماطم. هنتبل الفراخ كلها بالشكل ده، نحطها على جنب. وطبعا بقية البصل والطماطم بتحط عليها، ونحضر بقى خضار المشكل. الخضار عبارة عن بطاطس وبصل وطماطم وجزر وفلفل اخضر، ولو تحبوا شطة قرن شطة حراق حطوه. بهاراتها ملح وفلفل وكمون وبابريكا وبهارات لحم او بهارات دجاج. نقلب بالشكل ده كويس قوي، نحط عليهم معلقة توم مفروم تبل معاهم. دي طبعا طعم تحفة، والبصل في الاكلة دي المفروض يبقى كتير شوية، بيدي طعم حلو قوي. كتر بصل زيادة. نجيب الكيس بالشكل ده بنفرد فيه الخضار كله. طبعا الكيس مقاس وسط عشان يكفي الفراخ والخضار. الطماطم بتبقى بزيادة شوية عشان بتنزل ميتها بتساوي فيها الفراخ. ورصه بالشكل ده، وبعدين نرص الفراخ بقى فوق الوش عشان تاخد تحميرة في الفرن. بيترصوا بالشكل ده وبنولع عليهم الفرن من تحت ومن فوق. بياخدوا ساعة وربع تقريبا في الفرن وبتحمروا، بتطلع تحفة جدا. لو انتي فرنك بيولع من تحت بس حطيها تحت ساعة، وبعدين طلعيها فوق الشواية ربع ساعة الأخيرة. بتحط بالشكل ده. طبعا الفراخ تحفة وأكلة تحفة. الصوص اللي فات بينزل عليها. أحلى أكلة في عزومات رمضان. ولو انت وقتك مستعجلة وعايزة أكلة سريعة بتبقى أحلى أكلة. الكيس بيتقفل بالشكل ده، أو ممكن تبرميه وتحطي تحتها، ونقص بالسكينة كده 3 فتحات في النص عشان الكيس ما يفرقعش في الفرن، خرج البخار منه. تحط زي ما شايفين كده في قاعدة الفرن، تاخد ساعة وربع تطلع. بنقطع طبعا الكيس البخار بتاعها بتبقى حامية قوي. نقطعها مقص بالشكل ده. فراخ متحمرة، الخضار كله مستوي كويس قوي وطعمه تحفة ومتبل. بجد لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. وبألف هنا، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.